خمس معلومات عن مباراة الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء في دوري نايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلي مع فاركو باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، ونلقي الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة. واحد، آخر ظهور للأهلي وفاركو في الدوري كانت آخر مباراة خاضعة للأهلي في الدوري المصري ضد البنك الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، فيما تعادل فاركو مع حرس الحدود سلبيا في آخر ظهور بالمسابقة. موقف الأهلي وفاركو في الدوري المصري: يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقين عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالي، وفاركو يأمل في استكمال المشوار المميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم. 3. مواجهات الأهلي وفاركو: التقي الأهلي مع فاركو في 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل في مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف. انتهت آخر مباراة جمعت الأهلي مع فاركو بفوز الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف. أرقام عماد النحاس مع الأهلي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 5 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على حساب بتروجيت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ثم أمام سيراميكا 1-0، ثم على البنك الأهلي 2-1، ليحرز الفريق 15 هدفا في 5 مباريات. الأهلي يتفوق على فاركو في القمة التسويقية. تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 33.9 ألف مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.48 ألف مليون يورو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، وأهم حاجة تصلي على النبي.